لدينا مرض في لبنان نعم متفشي للأسف يعني، وللأسف أتمنى الخير للجميع، لكن هو متفشي في أوساط كثيرة يعني، وفي عقول كثيرين من الذين يتعاطون السياسي في لبنان، أنه تحميل حزب الله المسؤولية. أنا أقول دائما في السياسة لا مكان للعواطف ولا مكان للأحقاد. العواطف إذا تجاوزت حدها تؤدي إلى تهور وإلى تملق وإلى تزلف وإلى كل النتائج سلبية. والأحقاد تعمل بصائر، لا رؤية، لا قراءة موضوعية وواقعية، ولا تحليل صحيح، ولا تشخيص صحيح للحالة لتشخيص صحيح للحل. فإذا يعني اليوم أن نذهب إلى اعتبار أنه المسألة محصورة فقط بكلمة من أمين عام حزب الله، هذا خطأ، لأننا نتجاهل ونتجاوز الآخر الذي هو حقيقة قائمة، وهو يجاهر ويتباهى بأنه يفعل كذا وكذا وكذا وكذا، وليس فقط أنه سيفعل. نعم.